ابن عمي يا عيونو، بدي اروح لعند امي ابن عمي. بكي على زيارتك لطفية؟ ابن عمي الله يخليك خليني اروح، والله اشتقت لها. طيب جهزي حالك لأختك. لك الله يخلي لي اياك يا حق. لك 100 اهلين و100 سهلين تقبريني. اشتقت لك يا عمو. تعي لشوف شلون عايشه، ان شاء الله مبسوطه عند بيت حماكي. هلا بحكي لك كل شيء، عندي كومة اخبار. يعني ما حدا منكم ترك قرنته؟ أنا خالي أعوذ بالله. لا يا عقيد لا، ما في كلام، كله بقرنته. ماشي، تيسروا انتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك منين فات الحرامي؟ يعني شغلة لجنان وحدة بوحدة، معقول يفوت على الحارة وما حدا يشوفه؟ من البير. نعم أخي. حرامي فات من البير، والبير موصول بالقناية تبع النهر. إذا الله ما كذبني طريقه النهر. مزبوط والله، معناتها الحرامي عم يفوت من فتحة النهر للبير الأصلي، وبعدين عم ياخذ طريق البيت اللي بده يسرقه، وعم يرجع من نفس الطريق ويهرب من النهر، ولا من شاف ولا من دري. عمى من الليلة شوي من الشباب بيراقبوا الحارة، وشوي من الشباب بيراقبوا النهر، وبإذن واحد أحد قربنا نعرف مين قتل سمير الحمصاني والزعيم. ولو بتشوفي كيف طلع خلقها لما شافت صحن الشيكو منقول، رح بتطق عليه. يعني لو فوزية قدامها كانت اكلتها بلا ملح من كتر ما انا منغاظه منها. وشو صار يعني؟ دخيلك البني ادم عم يطب ويموت. ايه بس عمي ابو عصام سكتها. خانقوا؟ لا ما وصلت بيناتهم للخناقه، لانه حماتي ما عاد حكت. ايوه. وانت شو عم تشتغلي بالبيت يا مو؟ اخ يا مو، عم اشطف واجلي وامسح وانشر غسيل كمان. بس حماتي ما عم تخليني مد ايدي على الطبخ، قال شو ما بتحب تاكل من ايدين حدا. هيك لكان بناتها يتعلموا الطبخ والنفخ وانتي قاعده خدامه. ايه شو عليه؟ ماشي يا سعاد ماشي. يلا هي رح تروح من وشك قبل ما تلحق الثانيه لترتاحي منها. إيه بس والله ماني مرتاحه يا مو. من شو؟ ما عم اخذ راحتي بالبيت يا مو، يا من تراني حاطه الغطا على راسي. وما احلاكي وتقيمي، لا تكوني مفكره حالك ساكنه لحالك بالبيت. اوعك ها. لا يو اوعك يا مسلف يشوفك بالقرعه بنتفك تنتيف والله، ولازم تحسبي حساب له دايم التوم. هيك رايك يا مو؟ إيه لكن ديري بالك الله يرضى عليكي، ما بدنا الناس يحكوا علينا.